السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وجميلة كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا حريشات بالمعدنوس والزيتون مقطع. الى المقادير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحريشات، عندي 500 غرام ديال السميده خاصه بالحرشه اولا دوك كنديروا بهم الحلويات. عندي جوج خمارات كل وحده فيها 8 غرام، المجموع 16 غرام. عندي معلقه صغيره تكون عامره ديال سنيده باش كتعطيني داك اللون اللي تيكون ذهبي للحريشات. هنا عندي واحد الزلافه ما بين الزيتون مقطع والمعدنوس مقرد والفرماج، يعني وعندي واحد 3 الفرماجات مثلثين مقطعين مربعات صغيره، جوج معالق كبار ديال الدقيق، عندي واحد الياغورت طبيعي، وعندي كاس ديال الزيت، شويه ديال المليحه صافي. وغادي نعجن بالماء. غادي ناخذ هذيك السميده غادي نضيف لها واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق صافي. غادي نخلط ديك الملحه مع ديك السميده. بالنسبه للزيتون المعدنوس يعني ماشي ما كاينش قياس محدد. واحد الزليفه صافي كنقطع داك الزيتون، واخا كيكون عندي هكاك دويورات كنعاود انايا نقطعو بقى شي شويه باش كيجيني زوين في هاد الحريشات. كنضيف هذيك المعلقه صغيره ديال سنيده، كنضيف هذاك الكاس ديال الزيت ديال العنبه من فئه 150 مليلتر صافي. كنبسبس هذيك السميده مع دوك المقادير كاملين. بالنسبه للفرماج مثلث يمكن لكم تعوضوه بالفرماج يعني المحكوك، فرماج ما ولا الموتزاريلا ولا المهم اللي عندكم ديروها. انا درت 3 ديال الفرماجات مثلثين. بالنسبه للدقيق يمكن لكم تعوضوه بمايزينا اولا بدقيق الروز اولا بالدقيق ديال الذره. الدقيق ماشي السميده ديال الذره، بالدقيق ديال الذره باش ما كيجيونيش هاد السميد هاد الحريشات فاش كنكونوا كناكلهم ما كيجيونيش قاصحين. ضروري نمشي حاجه اللي رطبه باش غادي ترطبهم ليا. غادي نضيف داك الياغورت الطبيعي. اللي ما عندهاش الياغورت الطبيعي يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب اولا كاس ديال الكريمه. دائما العبار بكاس ديال العنبه صافي. كنضيف هذوك جوج خمارات وغادي نخلط هذا الشيء هذا كامل. يمكن لكم الزيتون الخضر تعوضوه بالكحل، هذاك الزيتون الكحل اللي وهذا اللي كيكون تيتباع حتى هو كيكون مقطع دواور، حتى هذاك تعوضوه به تيجي زوين. غير وكان نقصوا من الملوحه. وإلا درتو الزيتون الكحل العادي المملح عينكم ميزانكم في الملحه باش ما يجيوكمش الحريشات مالحين بزاف صافي. كنخلط داكشي كامل وكنعجنو بالماء. دائما كنعرفوا الحرشه كتكون عندي واحد شويه مرخوفه، حيت غنخليها ترتاح ليا غير واحد 5 ديال الدقائق ما كاملاش. وكنعرفوا السميده انها كتشرب. صافي كنجمع الخليط ديالي كنخليها كترتاح لي واحد شويه. كما قلت لكم السميده الحرشه ولا بصفه عامه دائما كنديرها واحد شويه مرخوفه حيت السميده كتشرب. صافي غادي نخليها كترتاح ليا واحد شويه. من بعد انا شديت عندي اما السميده الغليظه اولا السميده ديال الدقيق ديال الذره، هي اللي عندي متوفره. كناخذ الكويرات ديالي ديال الحريشات كنكورهم كندوزهم في هذيك السميده. هنا الا بغيتوهم يجيوكم صغيورين وكيجيو حتى قاده وحده وكيجيو دايرين مفكعين بحال الغريبه البهله، اللي عندها الطاوه ديال البهله ديرهم فيها، اللي ما عندهاش دير غير لاطه الاخرى العاديه هذه اللي كندخلوا للفران. هانتوما يعني كنلبس لهم هذاك السميده مزيان وكندوزهم يعني ما بين يدي وكنبقى نبزطهم واحد شويه صافي. هنا الفران كيسخن على درجه 200 درجه العافيه فوق منهم حتى كيتشققوا ليا وكنخليهم كيكملوا الطياب.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات بعد ما طابوا ليا وتحمروا، كيجيو روعه في المذاق. هذاك الزيتون المعدنوس كيتواتى بشكل رهيب مع داك الفرماج. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. في امان الله.